بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الصوفية وثلاث ارباع اللي قاعدين صوفية وما يعرفوش حاجة اسمها بني حلو. الإمام الغزالي حجة الإسلام من الصوفية، والإمام القشيري من الصوفية، وأبو الحسن الشاذلي من الصوفية، وأنا من الصوفية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الحال متغير، فهناك أولياء يجي لهم حال كده وفي حالته يدعي يستجاب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هل يجوز الصلاة في مسجد دي ضريح؟ طبعا يجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز. السؤال ده والله انا محتاج اقوله بكره برضه، يعني ليه بيتكلم عن مساله المساجد التي فيها قبور، ويحتجون علينا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ان المسجد فيه قبر. فانتم اذا حرمتم المساجد التي فيها قبور فينبغي عليكم ان تحرموا الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيه قبر. فاحنا برضه بنقول أن هذا القياس باطل لا يصح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، إنما دفن في حجرته التي كانت بجوار مسجده، وكانت الحجرة لها باب على المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من الحجرة على المسجد بباب زي الباب بتاع الجامع كده، أو هنفترض إن هنا باب، كانت الحجرة ورا الجدار ده على طول، وهنا الباب يطلع من الحجرة على الايه؟ على المسجد. فدفن صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، دفن في حجرته. خلاص؟ المسجد كده. فلما عمر الخطاب حب يوسع، قام موسع من الناحية دي، ما وسعش من الناحية دي، عشان ما يدخلش الايه؟ الحجرة في المسجد. فلما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يوسع، قام موسع من الناحية دي برضه، ما وسعش من الناحية دي. امتى حصلت الغلطة دي وحصل التوسيع من هنا؟ سنة 97 هجرية تقريبا، بعد موت كل الصحابة اللي كانوا في المدينة آنذاك. فإذا إدخال المسجد كان خطأ. امتى بقى؟ يوم ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد أول مرة، يوم يقال إن القبر في المسجد. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقالها قبل أن يموت ب3 ليال، كان يرفع الفوطة أو حاجة زي الفوطة كده من على وشه وكده، ويقول إن الموت لسكرات.
قال قبل أن يموت أن يقبض صلى الله عليه وسلم ب3 ليال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلولا ذاك أبرز قبر، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. لولا هذا اللعن كانوا أبرزوا القبر وبنوا عليه قبة وميزوه، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. بعد هذا النص الواضح اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا الجماعة اللي هم أهل البدع يقول لك ما فيش حتى أصلا بيصلي في القبر، فأقول لك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا فرق أن يتخذ أن يصلى في المقبرة أو أن يجعل المسجد مقبرة، لا فرق بينهما، لأن المقصود هو النهي عن الصلاة. فالصلاة في المقبرة ممنوعة، وكذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ممنوع حرام. لكن لا يلزم من الحرمة بطلان الصلاة وأنه يلزمه أن يعيدها، لا. يعني لو واحد مثلا حج بمال حرام وسافر، واحدة سافرت بغير إذن الولي، من غير محرم وحج، يسقط عنها الحج ولا لا يسقط؟ يسقط عنها الحج وهي آثمة بالسفر بلا محرم. خلاص كده؟ الذي يصلي في مسجد القبر آثم وعاصي، ولكن أجزأته صلاته، معناها أن سقط من عليه أداء الفرض، فلا يقال له صلاتك باطلة، أعد الصلاة. تمام؟ لأن بعض الإخوة سأل النهارده قال إن في بعض الناس نقل عنك بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أما الجواز فالمقصود الإجزاء فقط. الإجزاء يعني برئت ذمته من أداء الفرض، لا أكثر ولا أقل. خلاص، وهذا لا ينافي حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. إيه؟ السيدة العفيفة الكريمة ماشي. كل المساجد دي يحرم الصلاة فيها على بعضها، ما تزعلش منك. انت سالف الاول ولا لا؟ ايه؟ لا، صلي في مسجد تاني. اشوف من فوائد انك جيت معانا السنه دي على دماغي من فوق، انت عارف انا بحبك. لا، شوف بقى، صلاة الجنازة تختلف. خلاص؟ يعني الصلاة بالألف واللام المعرفة المقصود بها الصلاة ذات الركوع والسجود. خلاص؟ في بعض علمائنا شيخنا الألباني رحمه الله عليه أنا سألته قلت له طيب صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر، فكان يرى المنع أيضا، ويقول أنا عادي مطلق الصلوات محرمة في المسجد الذي فيه قبر، وصلاة الجنازة صلاة. لكن اللي أنا بعتقده في المسألة أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر المقصود بها الصلاة المعتادة اللي بتنصرف إلى الذهن على طول. عشان كده الواحد يستغرب لما يأتي واحد مثلا يشير العوام إليه أنه عالم، يقول لك الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ عجل هذا فقال لو سألت أي واحد ممن يطوف بالقبور أتعتقد أن الذي في القبر يحيي ويميت؟ يقول لك لا. يخلق ويرزق؟ يقول لك لا. يبقى مشرك منين؟ طيب أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، ما كانوا يعتقدون أن أحدا يحيي ويميت إلا الله، ولا يخلق ويرزق إلا الله. إيه الجديد في الموضوع؟ لا، هؤلاء صرفوا العبادة إلى غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى القول بقى أن الطواف بالقبور ليس شركا غلط. الطواف بالقبور شرك،
لكن بحثنا في الطائف أهو مشرك أم لا؟ هو ده الكلام. لكن لا ينبغي أن نعتقد أو أن نتردد في الحكم على الفعل، ونقول إن فاعل الكفر ليس بكافر، لا يشترط أن يكون كافرا. فاعل الكفر لا يشترط أن يكون كافرا لاحتمال أن يكون جاهلا. يبقى الذي يطوف بالقبور ما نقدرش نقول انه مشرك، لكن فعله شرك، لان هم فاهمين لما نقول ان الفعل شرك ان احنا كفرنا الذي يطوف بالقبر. لا، هما بحثان، بحث في الفعل وبحث يتعلق بالفاعل. الفاعل لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الإنسانية التي يكفر تاركه. كثير من الناس لا يعلمون أن هذا يضاد التوحيد، لا يعلمون أن طلب الغوث والمدد من المقبور أنه ينافي التوحيد. والعجيب إن هذا المحتج له اللي عمل يصرخ ليل نهار في كل الفضائيات والجرائد والمجلات والكلام ده يقول إن بناء المسجد على القبور كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وأتى على قصة أبي بكر وإن هو لما دفن بالساحل وبنوا عليه مسجد، قال لك فده كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد روى موسى بن عقبة هذا الكلام بسند صحيح في المغازي. وطبعا هو لم يرى مغازي موسى بن عقبة بعينيه، لأن لم يصنع من مغازي موسى بن عقبة إلا منتخب، المنتخب من مغازي موسى بن عقبة، هذا هو الذي وجدوه، وهو منتخب صغير لا يتجاوز 60 صفحة بالضبط الصغير. فهو لم يرى مغازي موسى بن عقبة. طب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من شيخه برضه، لأن شيخه ده له كتاب اسمه إحياء المقبور بأدلة استحباب بناء المساجد على القبور. استحباب كمان، يعني اللي يبني المسجد على القبر يضحك. ذاكر الكلام ده، قال لك مش عارف الدليل العاشر أن موسى بن عقبة روى في المغازي بسند صحيح وجاب قصة أبي بكر. وطبعا شيخه أيضا لم يرى مغازي موسى بن عقبة بعينيه. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من كلام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري. طب الحافظ بن حجر قال ايه بقى في فتح الباري؟ انا بقول لك الجماعه البخاري دول لا تسلم له في نقل ابدا، يكذبون ويبترون النصوص اما عن عمد واما عن جهل. يعني انا النهارده مثلا لو جيت علشان اقول الاسناد الاتي الزهري عن عروة ابن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هنزل راوي كمان أو سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب. الإسناد ده إيه؟ الإسناد ده منقطع. الإسناد ده منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب. تمام؟ فيقوم أحيانا العالم يقول إيه؟ يقول وروى فلان بسند صحيح إلى عروة أن عمر بن الخطاب. يقول اللي مش فاهم يقول لك ما يقولش بقى كلام الحافظ، لأن الحافظ قيد الإسناد بالصحة لحد مين؟ لحد عروة ابن الزبير. طالما أن الناقد وقف في تصحيح الإسناد على راوي بالإسناد، اعرف أن من فوق هذا الراوي فيه علة، إما علة واضحة وإما علة مختلف فيها لم يتهيأ للناقد أن يحققها. فعلشان يطلع ومن عهدة الكلام ده يوم يقول ايه المسألة دي، ودي مسألة معروفة عند علماء الحديث وطلبة الحديث الدارسون يعلمون هذه المسألة.
فما يجيش واحد منهم لما ينقل يتورط ويقول بسند صحيح عن عمر بن الخطاب، لأن ده معناه إن الإسناد صحيح إلى عمر. لا، ده هو قال بإسناد صحيح إلى عروة أن عمر. أول ما يجي على راوي الإسناد قبل الصحابة ويقف عنده، اعرف تماما أن فوق هذا الراوي علة، إما علة حقيقية محققة يعني ومحررة، وإما علة مختلف فيها هو ما تهيأش له أن يقعد يحقق البحث، فعشان يطلع من العهدة دي فبيعمل كده. الحافظ بن حجر عمل نفس الكلام ده. قال إيه بقى؟ طبعا الحديث حديث صلح الحديبية حديث طويل بيرويه الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وساقا قصة صلح الحديبية. الحافظ في الشرح قال إيه؟ وروى موسى بن عقبة بسند صحيح إلى الزهري أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير. يبقى أقدر أقول إيه بقى؟ أن موسى بن عقبة روى بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير. ده هو قال لك إلى الزهري. طيب الزهري لما روى صلح الحديبية روى عن مين؟ عن المسور بن مخرمة وروى بن حكم. فلما يجي يقول لك ان موسى بن عقبة روى عن الزهري، يبقى هذه الواسطة سقطت فيما يتعلق بهذا الخبر. طب الزهري ده من صغار التابعين، ومرسلات الزهري شبه الريح. ده مصطلح، ده شبه الريح يعني لا تقف في مرسلات من مرسلات الزهري على قليل ولا كثير، زي الريح ليس لها قيمة. فأنا أجي لا أقول أنه ورد في مغازي موسى بن عقبة بسند صحيح أنهم بنوا مسجدا على قبر أبي بصير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لكم لما تأتي عشان تراجع تلاقي الجماعة دول خونة، إما عن عمد وإما عن جهل. فإياك أن تأخذ من مبتدع كلاما إلا وترجعه إلى أصل. سوف ترى العجب. كنا الأول ساعات نسلم ولا نصدق إن ممكن الإنسان يكذب، يعني هذا الكذب الفج يعني. النهارده بقى بيعملوا إيه؟ يجيب لك الجزء والصفر كمان، يعني علشان بقى إيه يبنجك على الآخر. أنا مش معقول يعني واحدة يجيب لي جزء وصفحة وإلى كذاب. هو لو قال لي روى أحمد في المسند خلاص اجري يا أخويا للصبح. مسند أحمد قرابة 28,000 حديث، ليه براحتك. لكن لما يقول لي روى أحمد في المسند رقم 10,000 ومش عارف ايه الكلام ده، عادة أنت هتقول يعني طالما ذكر الرقم يبقى مش معقول هيكتب الكذبة ديت، يعني يوم يدلك على الموضوع على طول. زي جماعة بتوع الطريقة الصوفية اللي نشروا حديث أبي سعيد وكانوا يوزعوه على الناس وليسوا معلق في بعض المكان. حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج. ذكرين بقى ايه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذهبية من اليمن والرجل بقى المذكرة السيد قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. من اللي في الحديث ايه؟ قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحسب أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما مسلمهم الأولين لأن أردتهم لو قتلنهم قتل عاد. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قالوا فتساوي الأسنان سفهاء الأحلام يتحدثون من إيه؟ من كلام خير البرية. وبعدين قال إيه؟ قال نزود الإيه؟ قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. طيب دي بقى اللي دي المكذوبة بقى، يعني الواحد تصور إن الوضع انتهى من زمان، أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى زمان. لا، ده بقى حصلت المسألة دي.
أعطيكم لنا رسول الله، قال سفهاء الأحلام فلتاء الأسنان يقولون من كلام خير بريئة. كل ده صحيح وكل ده ورد في الحديث، لكن البتاعة طويلة اللحاف دي قصيرة الأذرهم، علشان إيه؟ عمالين ندعو الناس لإعفاء اللحية ومن أصل الإيه؟ الجنوب. وبعدين بعد كده قال رواه البخاري وإسناده صحيح. طبعا أي واحد يقول رواه البخاري أو مسلم بإسناد صحيح بيتعرف إنه جاهل على طول، لأن تجري عادة العلماء أن يذكر صحة الإسناد إذا عاد إلى الشيخين. الغريب في المسألة دي إنه في البخاري مسلم ذاكر رقم الحديث، وفي مسلم ذاكر رقم الحديث. فعادة الإنسان يعني لا يتصور أن يبلغ يعني البجاحة بالإنسان أن يدلك على الموضع عشان تروح تراجع، لكن هم يعلمون أن أقل الناس الذين يراجعون أولا ما عندوش صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، إذا فكر أن يراجع خلاص، وإذا رأى الرقم يقول لك لا هذا مش ممكن يكون بيده. فأي بني آدم مبتدع يعني. الحاجة الثانية اللي يحتج بها وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب الذين غلبوا على أمرهم دول كانوا يطلعوا إيه يعني؟ أهل العلم؟ لا، إنما هم أهل السيادة وأهل القرار. وعادة تجد أهل السيادة وأهل القرار ما لهمش علاقة بالمسألة دي. أضف إلى ذلك إن ده شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا هل هو حجة علينا؟ لا سيما إذا وجد في شرعنا ما يرده. وآخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشى أن يتخذ مسجدا. يبقى من الخطأ أن يقول القائل الطواف بالقبور ليس شركا. لا، الطواف بالقبور شرك، لكن بحثنا في الذي يطوف أهو مشرك أم لا. احنا بنقول لا نستطيع أن نقيمه بالشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه وتعليمه. ما حكم سماع الموسيقى، وهل يتغير الحكم إذا صاحبها غناء؟ نعم، والموسيقى صوت حسنه حسن وقبيحه قبيح، والموسيقى صوت حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأغلب ما في السوق قبيح. هل كسب مدرس الموسيقى حرام حسب الموسيقى اللي بينيلها يدرسها؟ لدينا محل تليفونات ويأتي ناس لندخل لهم أغاني في صورة رنة التليفون، فهل يجوز؟ يقول يجوز أخذ الأجر يعني. هل يجوز سماع أم كلثوم في الأغاني الدينية؟ اسمعها في الأغاني الدينية، وما تسمعهاش في قلة الأدب والحياة قلة الديانة. طيب، اعمل بالطباعة واحيانا تأتيني بعض النوت الموسيقية التي تكتب فيها نغمات للعازفين لأطباعها، فهل يجوز ان اقوم بطباعتها؟ نعم. ما حكم الاناشيد بالموسيقى؟ هي ناقصة بلاوي، هي ناقصة فتن. ما بكفاية كده يعني فضائيات الفيديو كليب ما هي يعني معكرة الدنيا كلها. حتى الأناشيد اللي هنسمع فيها يعني كلمات تحرك قلوبنا لله، وكلمات تحرك قلوبنا للجهاد وللجنة، حتى دي كمان هندخل فيها الموسيقى. أمدح النبي بالموسيقى، ده يليق يا أخي، ده يليق يا أخي. تمدح رب العزة بموسيقى وتمدح سيدنا النبي بموسيقى، ده قدر النبي عندك. مش هقول لك بقى أدلة، طب هات لنا دليل يا مولانا. يا عم والله العظيم ما محتاجة أدلة، يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى يعني الفرج او يعني الزنا، والحريرة والمعازف والخمر والمعازف. ايه ده؟ المعازف مقرونة بالبلاوي دي، بالخمر. ايوه، مش عاوزين بقى اقول لك اصل ده يعني ارهاف ومشاعر مرهفة واحاسيس راقية وبتنمي العواطف. يا عم اتق الله،
اتق الله، ده بتنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. معلش أنا مش عارف أنا متوتر ليه ومنفعل ليه، لأن يعني بغار على أولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا، والله العظيم بغار، أقسم بالله أغار على نسائنا وعلى بناتنا وعلى أخواتنا. ما دي أختي ودي بنتي برضه. البنت المسكينة اللي عمالة تسمع الأناشيد وتسمع الأغاني، الفيديو كليب والمناظر دي، أنت منتظر منها إيه؟ منتظر منها إيه؟ منتظر من البنت المسكينة في بيئة الشهوات دي إيه؟ أنت عمال تحرك غرائزها وتستثير شهواتها، وكذلك الشباب المسكين اللي عمال يستثار في كل لحظة من اللحظات، ده ينتظر منه أن يكونوا من الأولياء. مش بكفاية يا أخوانا؟ حتى الأناشيد اللي تذكرنا بربنا ونبينا، حتى دي كمان هندخل فيها الموسيقى، ويقول لك الفن الإسلامي. يا حبيبي كلمة كبيرة قوي، كلمة تخينة قوي، ما بكفاية يا عمي. فأنا أنصح إخواني وأخواتي ألا يستمعوا إلى هذه الأناشيد لو كانت مصحوبة بآلات العزف. أما إن كانت هذه الأناشيد بغير آلات العزف فلا حرج ولا بأس بسماعها، لكن لا ينبغي أن يكون سماعك له طوال حياتك وطوال وقتك، وإنما اسمع القرآن، اسمع أشرطة أهل العلم. يا أخي وظف وقتك توظيفا يرقيك مع ربك، توظيفا يقربك من الله جل وعلا. فإن احتجت في مدة من الوقت وفي فترة من الفترات، لأن النفس جموح، احتجت أن تسمع نشيدا من هذه الأناشيد فلا بأس ولا حرج. أنا أحيانا أسمع التواشيح، نعم، في سيارتي قد أسمع شريطا من القرآن، شريطين 3 أشرطة، لكن أحب أن أسمع الشيخ سيد نقشبندي، أسأل الله أن يرحمه. أحب أن أسمع الشيخ طه الفشني، أحب أن أسمع الشيخ محمد عمران، هؤلاء العمالقة الأساتذة. تواشيح جميلة، ابتهالات رائعة، ما دامت كلماتها منضبطة بضابط الشرعي من باب الترويع على النفس، فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. إنما بالموسيقى أمدح النبي بالموسيقى، إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا التقى والعفاف، واملأ قلوبنا بجلالك وعظمتك، ثم بتوقير وتعظيم رسولك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء كلام، الغناء كلام ما لم يكن مصحوبا ابتداء بآلات اللهو والعزف. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. ماشي، أحب أن أؤصل بهذا التأصيل ابتداء، لكن أنا أود أن أقول بأن من يسأل هذا السؤال وبأن من يجيب على هذا السؤال ينبغي أن يكون واقعيا، وأن يجيب بناء على ما يفهمه من واقعه الذي يعيش فيه. هذا الذي يسأل الآن عن الغناء، يا ترى عن أي غناء يسأل؟ لا يسأل عن الغناء الذي يصدع رؤوسنا ويدمي قلوبنا على شاشات الفضائيات؟ ألا يسأل عن الفيديو كليب الذي يحول الزهاد العباد إلى فساق فجار؟ ألا يسأل عن هذه المشاهد الخليعة الماجنة التي يراها أي مسلم يكاد قلبه يحترق لو كان يحمل في قلبه ذرة من إيمان؟ من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ من يقول بأن هذا الغناء الذي تتلوى فيه المرأة كالثعبان ويتلوى فيه الرجل كالمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه المناظر الخليعة الماجنة، من يقول بأن هذا الغناء حلال؟ من يقول بأن هذا الفسق الذي يقدم ويحول العباد الزهاد إلى فساق فجار، من يقول بأن هذا حلال؟ أي علم وأي دليل وأي تقوى وأي ورع وأي خوف من الله جل وعلا يحل به ويبيح به مثل هذا الذي يحول الزهاد العباد كما ذكرت إلى فساق فجار؟ وبعدين ألم يقرأ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري؟ وبعضهم يزعم أن الحديث حديث معلق، ومعلوم أن معلقات الإمام البخاري منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن الحديث وصله الإمام البخاري بشرطه، وصله الإمام البخاري بشرط، بل ووصله غير ذلك، غير الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. والحرى يعني الزنا أو الفرج، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. انظر كيف قرن صلى الله عليه وسلم بلفظ الاستحلال، يستحلون بين الخمر وبين الزنا وبين اللهو والمعازف، فهذا كله حرام.
بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يحتج علينا في مثل هذا بقول الإمام ابن حزم الظاهري. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم وأعي ما أقول، والله الذي لا إله غيره، لو رأى الإمام ابن حزم وغيره من أهل الفضل وأهل العلم ما نراه الآن على شاشات الفضائيات والتلفزيونات، والله الذي لا إله غيره لبكى لبكى لبكى. وكررتها ثلاثا، أنه لا يقول عاقل فضلا عن عالم بجواز هذا الغناء ثم ننظر بعيدا عن الواقع، ويعني نتحزلق ونتفزلك بعيدا عن الواقع الذي يسأل عنه السائل. حين يسأل والد من أولادنا أو بنت من بناتنا عن الغناء، فهو يسأل عن هذا الوباء وعن هذا البلاء الذي نراه الآن على شاشات الفضائيات بما يعرف بالفيديو كليب أو بغيرها من الأغاني المختلطة والسهرات المائنة الماجنة الهائجة التي تنتهك فيها الحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أدري بأي دين يا أخي. أنا لا أتكلم الآن عن علم ولا أتكلم عن أدلة، بس القلب محترق ورب الكعبة. أي تقوى لله في قلب رجل يقول بأن هذا حلال؟ أي تقوى يا أخي؟ أي تقوى؟ أنا أسألك بالله، أسألك بالله، لو أنك جلست في محفل غنائك هذا، أو حتى بل في البيت يا أخي، في البيت وجلست 5 دقائق تشاهد أغنية من هذه الأغنيات الفظيعة الخبيثة، أنا أسألك بالله، هل يزداد إيمانك؟ هل يتجدد إيمانك يا أخي؟ يا أخي أصدق يا أخي. يا أخي أنت في قلبك واعظ، نعم في قلبك واعظ، خلي يقول لك فلان أو علان، ولو كانت عمامته على رأسه بصحن المسجد، يا أخي اطرح كلامه أو اعرض كلامه على كلام الله وعلى كلام رسول الله، ثم على هذا الواعظ الذي يناديك ويخاطبك في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية النواس بن سمعان في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. ما اعرفش حضرتك متصور معايا المشهد ده؟ طريق وعلى كل جانب سور عالي، في كل سور أبواب مفتحة، وكل باب عليه ستارة كده نازلة مرخية، وعلى رأس الطريق منادي عمال يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفيه منادي آخر على الطريق على الصراط، كل ما رجل يريد أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة يشيل ستارة كده عاوز يدخل، المنادي اللي على الطريق يقول: ويحك استنى هنا، رايح فين؟ ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحت وشلت الستارة ودخلت الباب ده هتدخل وهتلج. إيه الموضوع ده؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله. طيب والداعي اللي فوق الطريق بقى، اللي فوق الصراط، اللي عمال بيقول لك: اوعى تفتح الباب ده، خلي بالك لو فتحت هتدخل ولو دخلت هتغرق في بحور الشبهات والشهوات. الداعي ده هو مين؟ يا سلام. قال صلى الله عليه وسلم: واعظ الله في قلب كل مسلم. تاني واعظ الله في قلب كل مسلم. فيه واعظ جواك، فيه واعظ في قلبك بيقول لك ده حرام، استحي من الله. انت حضرتك عمال تسكته بقالك كم سنة، عمال تكبت هذا الصوت، مش عاوز تسمعه. كل ما يقول لك لا ده حرام، النظرة دي حرام، الكلمة دي حرام، الجنيه ده حرام، الساعة اللي انت قاعدها تتفرج على هذا الهراء حرام. انت عمال تكبت وتكتم هذا الصوت الحي في قلبك من هذا المنادي، من هذا الواعظ في قلب كل مسلم، إلى أن كتمت صوته، ما عادلوش صوت، ما عاد كل بينادي عليك ما عادش بتسمعه. ليه؟ لأنك غلبت الهوى، غلبت الهوى، وصار الهوى هو الذي يصرخ عليك وينادي عليك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخره. فأنا يعني أنفعل جدا والله، وأكاد يعني أخرج وأنفلت حينما أسمع رجلا ينسب الآن إلى العلم يستفتى عن الغناء، والسائل لا يسأل عن غناء في كوكب المريخ ولا في كوكب عطارد، وإنما يسأل عن غناء في كوكبنا.
يعني صدع رؤوسنا وآذى عيوننا وجرح قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل. إن الغناء الذي نعرفه، إنما هتيجي تحتج علي بقى. أنا عارف حديث الجاريتين والله يحفظه وفي الصحيحين. هتحتج عليه يا شيخ بس انتوا بتضايقوا على الناس ليه؟ ودايما النبي عليه الصلاة والسلام سمع الغناء. يا راجل اتق الله، يا راجل اتق الله، كأنك عاوز تجيب غناء الجاريتين، بنتين صغيرين في بيت السيدة عائشة بدون سهرات وحفلات وشباب ونساء وطبل وصمر في بيت النبي، بيغنوا البنتين بغناء يوم بعاث، غناء فيه حماس. عاوز تقول ان ده غناء يساوي الغناء اللي احنا بنسأل عنه؟ يا راجل اتق الله. والله العظيم ما في مخلوق هينفعك، والله ولا كرسي هينفعك ولا مال هينفعك. كن أمينا وأد ما ائتمنك الله عليه من أمانة العلم. أنا أذكر نفسي بهذا وأذكر إخواني. هل يمكن أن يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي أبو العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وسار. فراحوا للمرسي قالوا له: قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على الميه، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى. انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على الميه. قال: ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكم، عشان انتوا بتدعوا حاجة عظيمة قوي، بديع السماوات والأرض. إن الكريم إذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا أكرمه لغاية ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على المية ويزن. قالوا: ما اتبعتك على أنك نبي. مرة واحد ولي عمل روحه انه كأنه بيزني كده، دخل مع واحدة الأوضة وقفلوا على بعضهم. أتباعه قالوا: ايه ده؟ الراجل الفاسد والفاجر، شوف الشيخ وعمل لي شيخ، يلا نقوم نمشي. مشوا إلا واحد منهم سخن له المية، فطلع لا بيسخن المية. قالوا: بتعمل ايه؟ قال له: ما انا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجة عايز تتحسن عشان تلحق الصلاة. قال له: ايه ده؟ ايه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له: ما اتبعتك على انك نبي. هو انا متبعك على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد وكل حاجة، وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح، وفي الغلطة غلط. ولو قال له اذني قال له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما ده نادر، ولي الله اللي يحصل له كده ده نادر. ولذلك قالوا الأولياء محفوظون لا معصومون، مفيش عصمة. فيقع الولي في الذنب، فبيقول مثل شرب الدخان هنا. لا أنا جبتها لك من بلاطة بقى، من الآخر. شرب الدخان ده فيه أقوال. روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني وهو بيقول لنا الحديث، كان بيكركر بالشيخ: حدثنا السيد عباس المالكي عن زي المشاط وعمر المحرسي، وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشيشه رضي الله عنه مسند العالم. وبعدين قلنا له: يا مولانا هو مش الدخان حرام؟ شوف الغتاتة بتاعتنا. قال: رويت عن 700 من أهل مكة من علمائها ومن جاءوا عليها كلهم يشرب الدخان. الدخان فيه أقوال، احنا مش شايفين انه حرام، لكن هو شايف انه حلال، فدي مش معانا.
يعني ما تقولش مثل شرب الدخان، لا قول مثل الزنا. الزنا معروف. الكرامات. بركاتك شو الكرامات يعني منهج أهل السنة في قضية كرامات الأولياء. احنا قلنا بالنسبة للنبي دي معجزات، نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. طب لكرامات الأولياء بعده؟ الكرامة هي كالمعجزة، أمر خارق للعادة. نعم. لكن المعجزة مع دعوى الرسالة، نعم، مع دعوى النبوة والرسالة مقرونة بالتحدي، نعم، والتعجيز. أي نعم. فإن المعجزة تخالف الكرامة من هذه الجهة، نعم، أنها مقرونة بدعوى الرسالة والنبوة، وهي أيضا واردة على سبيل التعجيز والتحدي، حد يقدر يعمل كده، وإثبات صدق هذا الرسول أنه مرسل من ربه. أما الكرامة فليست كذلك، ليس فيها هذا التحدي ولا هذا التعجيز ولا هذه الدعوة، لا دعوة الرسالة والنبوة فضلا عن لا دعوة الكرامة فضلا عن دعوة الرسالة. نعم. يبقى الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى لبعض أوليائه، نعم، إكراما منه سبحانه وتعالى. وهذه الكرامة تظهر في هؤلاء يعني أهل السنة يثبتون الكرامات، لا شك. أهل السنة كما أثبتوا معجزات الأنبياء يثبتون في كرامات الأولياء، في كرامات، ويعتقدون ذلك ويرون هذا في كتاب الله كما يرونه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل في قصة مريم، نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا هذا الرزق فاكهة، هذه الفاكهة فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هذه من أين أتت؟ لما سئلت قالت من عند الله. يبقى هذه كرامة لمريم عليه السلام، ولم تكن مريم نبية، لأن باتفاق أيضا يعني جماهير أهل السنة على أن الرسالة لا تكون إلا في الذكور ولا تكون في النساء. طيب، أيضا من جنس الكرامات التي وقعت لأولياء الله تعالى يعني أشياء كثيرة. يعني نذكر من ذلك أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فخرج من عنده والنور معهما بين أيديهما وبأيمانهما، فلما افترق النور مع كل في طريقه حتى انقلب كل واحد منهما إلى بيته. فهذه كرامة لأولياء الله. وعلى غرار كرامة مريم عليها السلام كرامة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. خبيب لما أسر وبات ليالي في مكة كانت ترى الفاكهة عند هذا الأسير. رأيت بيده قطفا من عنب، نعم، وما بمكة اليوم ثمرة. وتقسم بالله أنه باب مكة من هذا العنب يعني حبة. إذن هذه كرامة لأولياء الله تبارك وتعالى. عمر يا سارية الجبل، وعمر رضي الله تعالى عنه طوى الله تعالى له المسافات والبيد حتى رأى سارية فدعاه إلى أن يلزم أو أن يسند ظهره في الجبل، فقال يا سارية الجبل. هل يعني نادى عمر بصوته فسمع سارية؟ كشف الله تعالى الحال لعمر فرأى فنادى، بلغ الله تعالى صوت عمر على بعد هذه المسافة. كل ذلك كرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر فقال إن يكن في أمتي محدثين يكن عمر. طب إذا أثبتنا الكرامات، ما أثر هذه الكرامات؟ يعني إذا الواحد جرت على يديه كرامة أيا كان، وجدت عنده فاكهة الصيف والشتاء، أو أن الله عز وجل زاد الطعام ببث يده فيه، أو إلى آخره. يعني وقوع الخارق للعادة لا يصلح أن يكون كرامة حتى يرتبط ذلك بصلاح هذا الإنسان. نعم. فإن كان هذا الإنسان لا يعرف بصلاح ولا دين فإن هذا لا يعد من قبيل الكرامات. يقول بعض العلماء هذا قد يعد من قبيل الإعانة إذا كان شخص عادي لا يعرف باستقامة، أما إذا كان عاصي أو صلاة. أما إذا كان عاصيا فلا يعد هذا من الكرامة. الشيطان بقى ممكن أن يقع هذا بسبب شيء من هذا الذي تذكر. ممكن يعني طيروا النعش ولا الحاجات دي، يرد هذا. نعم، يرد أن يكون هذا من فعل من يريد أن يوقع بهذا الإنسان،
أو يوقع بهذه الطائفة بهذه الطائفة فيقولون لقد رأينا وشهدنا وسمعنا، والحقيقة هذا ليس من فعل الرحمن وإنما من فعل أولياء الشيطان والعياذ بالله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هذا يدفع إلى التبرك بهم وسؤالهم من دون الله؟ أعتقد أننا أصلنا أصلا ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع، فإن سؤال هؤلاء من دون الله يعني صرف نوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله. وقد أصلنا أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك من الشرك، فينبغي أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يسأل أحدا سوى الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله جل. فما رأيكم في أحد مريد الصوفية يقسم أن شيخه ينبئه بما يدور في نفسه قبل أن يتحدث به، وأنه يخبره عن أفعاله في حال الخلوة وبعض مخالفاته كتركه بعض الصلوات؟ نحن إذا سلمنا جدلا بصدق هذا الكلام فليس فيه ما يستغرب، فإن الجن والشياطين ينقلون الكلام إلى الكهنة، وهذا ليس من الغيب في شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما بال الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها ب100 كذبة. كلمة واحدة من الحق يخلطها ب100 كذبة، وأنت لابد أن تصدق 100 كذبة لأجل هذه الكلمة من الحق. يعني يقول له ما تخرجش النهارده ليه؟ يقول له لانك لو خرجت بعد سكة عربية حمراء الاكسدام بتاعها واقع وملهاش نمر وسقفها مطبق والبربيد الوراني مكسر هتضربك وهتموت. يقول لك ايه الراجل المجنون ده الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ يطلع له العربيات من تحت الارض بنفس المواصفات تضربه ويموت. تمام؟ طيب لما يقول له تاني اوعى تطلع لان في عربية خضر هتطلع لك من الحرب الفلانية، هيطلع ولا هيقعد؟ هيقعد طبعا. خلاص؟ يبقى هي كلمة واحدة من الحق خطفها هذا الجني. خطفها ازاي؟ زي ما ورد في الاحاديث والاثار. الجن بيركب بعض، كلهم يركبوا على كتاب بعض لحد ما يوصل اخر واحد فيهم الى باب السماء فوق يسترق السماء. خلاص يلاقي مثلا في خلاص فلان الفلاني هيموت بكره بالحاجه الفلانيه، والملائكه الموكلين في هذا الامر خلاص هينزلوا بالامر بكره. يوم هو يخطف الخبر ده ويحسبوا اللي تحتيه واللي تحتيه واللي تحتيه. طبعا ايه النجم الثاقب يسقط جن واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يكون اخر جن اللي شايل الجماعه دي كلهم خد الكلمه دي وطار. راح على مين؟ راح على الكاهن قال له بكره الصبح هيحصل كذا كذا وفي المكان الفلاني يحصل كذا كذا كذا. فيقوم باعت لاهل جماعه اوعى فلان يطلع، اوعى فلان مش عارفين كذا. طبعا ما بيصدقوش الكلام ده عشان ده كلام فارغ. يطلع بكره الصبح حصل اللي قاله بالظبط، يبقى على حس الكلمه دي هيحبسه في البيت. كل كلمه هيقولها هيبقى صادق فيها. خلاص؟ فلو سلمنا جدلا ان قائل هذا المقال لم يكن مخرفا ولم يكن مشبها عليه وكان صادقا، فالامر كما قلت لك ليس لبعيد ان يحصل ايه ان جني يدخل او يكون هذا الرجل بيتعامل مع جن. الحاجه الثانيه ان هذا الكلام في الغالب يكون كذبا. في الغالب يكون كذبا. ليه؟ لان المرء اذا كان مهموما يمكن للمتفرد ان يدرك ما في نفسه، لا سيما اذا كان مريدا يعني رايح جاي عليه حفظته، يعني عارف وعارف مشاكله وعارف طريقه تفكيره وعارف وانا صاحب دراسه قويه ممكن اصطدم عنه. خلاص؟ وقل انسان يخلو من هم. قل انسان يخلو من هم. يعني انا ممكن اخذ اي واحد بعد ساعه اقول له مالك انت مهموم، انت عندك مشكله. خلاص؟ وقطعا هو عنده مشكله.
بوح بالمشكله اللي عندك. خلاص يوم يقع في روعي انا ايه اللي عرفه ان انا عندي مشكله؟ يقع في روعي ان انا ايه؟ ان انا راجل، مع ان ما من واحد الا لابد ان يكون عنده مشكله، وممكن احيانا اقول المشكله وتطلع صح. واخد بالك؟ يعني كان عندنا شاويش في الجيش، شوف احنا كنا كتيبه طويله عريضه، واحنا في دول الولد اللي بيحرك اصبعه في الجزم يبطل لعب. طبعا لما يكون الفريق مثلا 500 عسكري، مش هيكون في ال 500 واحد بيلعب صباعه في الجزمه. هتيجي واحد بيلعب صباعه في الجزمه خلاص، يبقى ممكن اللي بيلعب صباعه ده يقول يا رئيس ليه شافني؟ وهو يتصور الكلام موجه هو لوحده. زي ما احنا مثلا دلوقتي ممكن نتكلم على الدين مثلا، جماعه اللي عمالين ياكلوا فلوس الناس وعارفين نفسهم كويس، يوم واحد واكل فلوس الناس يقول طب ببص لي ليه؟ مع ان انا عيني رايحه جايه، يعني رايحه مش عليه بس. واخد بالك؟ هي المساله لا تعد ان تكون هكذا، واحيانا الانسان المتفرد يخرج ما في نفسه زي يزيد بن معاويه. يزيد بن معاويه ده كان شديد الفراسه. مره كان في 3 نساء، فقال هذه بنت وهذه حامل والثالثه ما اعرفش قال عليه ايه؟ يعني المهم فالمهم ذكر علامه لكل واحده، ذكر علامه لكل واحده. فلما سمع المستمع هذه العلامه ذهب لهم فسالهن، فكنا كما قال يزيد بن معاويه. والواقعه دي ذكرها المزي في كتاب تهذيب الكمال، وذكرها الذهبي برضه في كتاب سير اعلام النبلاء. فالفراسه لما يكون انسان شديد التفرس يمكن ان يستخرج ده في نفس الانسان بالفراسه لهذه المعرفه وادعاء الغيب. انما يقول له انت كنت قاعد في المكان الفلاني وما بتعملش او ما صليتش او الكلام ده، كل هذا من الخرافات التي ينسجها الصوفيه حول اصحاب او حول المتبوعين عشان يبقى عليهم هذه الاله. يعني من الاشياء الغريبه جدا التي ذكرها الشعراني وغيره ان رجلا مريدا من الجماعه المريدين الصغار يعني كان ذاهبا الى استاذه الصوفي الكبير، وبعدين المفروض انه يحضر الدرس، ومن عادته ان يحضر الدرس في الولايات الحاضرين. فغاب، فلما جاء دخل على طول واعتذر الاستاذ وجده، قال اين كنت يا بني؟ فاستحيا ايه؟ ان هو يتكلم ليه؟ لان حصلت له مشكله. ايه المشكله اللي حصلت له؟ كان ولد جميل وشكله حلو، المهم بكل ما رايح الدرس للشيخ يمر على بيت واحده، الواحده دي اعجبت بيه، المهم الواحده دي عايزه تصطاده ازاي؟ وهو معدي كده نادته وقالت له ان ابني في الجنديه وبعت لي جواب انا ما بعرفش اقرا، تعالى اقرا لي الجواب. خلاص، طب الجواب فين يا حاجه؟ الجواب في البيت. قام رايح داخل البيت، تمام؟ فلما دخل البيت قامت قافله عليه زي ايه؟ زي الافلام الاكشن كده، وقالت له بقى هيت لك والا اوديك في ده. قال لها طيب سيبيني بقى ايه ادخل بس الحمام، بس اعمل حاجه كده. ودخل الحمام وجعل يدعو الله على اساس انه مضطر الكلام، يدعو الله انه ينجيه من هذا الكرب، واذا به يجد ان جدار الحمام اتفتح ولا اسلم البيت الخلفي اما نقول عند دورة الميه، وقام نازل رايح الشارع واختلف وراح للشيخ بتاعه متاخر. فطبعا قال له كنت فين يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ فاستحيا يقول له ايه؟ يا ابني كنت فين؟ يا ابني كنت فين؟ قال له يا بني لا تخجل، انا الذي نصبت لك السلم. اظن مفيش حد يتوقع النهايه الجميله دي. هذا الاكشن الغريب ده، انا الذي نصبت لك السلم. يقول بمثل هذه الحكايات التي لا تطلع على طفل صغير يكبروا بقى ويرسخوا الهالات حول هؤلاء المشايخ حتى يكونوا قدوة لهؤلاء. فالكلام الذي يقوله مثل هذا الكاتب كلام خرافي لا أصل له، وأنا لو سلمت له بصدق ما يقول فإننا نخرجه على التخريج الذي ذكرته في مطلع الكلام. هل يمكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ نعم، يمكن أن تراه في اليقظة. ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟
أنا رأيته في اليقظة. هل المرسي أبو العباس رأى الرسول في اليقظة؟ كل يوم كان بيراه في اليقظة، كل يوم كان بيراه في اليقظة. إيه يعني؟ النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم والسلام. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام آمين. صلى الله عليه وسلم. لا ممكن نشوفه في المنام، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام يا رب. آمين. لكن هل يمكن رؤية النبي يقظة في الدنيا اليومين دول؟ نعم. هذه المسألة يعني مسألة محدثة تكلم عنها بعض العلماء قديما، حيث ادعى بعض المخرفين والمنحرفين أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، فأنكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وقال هذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناما، رآه مناما ثم إنه استيقظ فظن أو ادعى أنه رآه يقظة. ولهذا هذا الرجل ربيع بن محمود المرديني هذا ادعى الصحبة، ولهذا القرطبي رحمه الله وابن حجر وغير هؤلاء من العلماء أنكروا هذا القول إنكارا شديدا، وقالوا أنه يفتح بابا لا يغلق من هذه الأمور التي تدعى ولا تصح. ده ابن حجر في فتح الباري؟ نعم، ابن حجر والقرطبي كل هؤلاء أنكروا هذا الأمر، وإن كان يعني بعض العلماء قال بهذا فقد وجهه طائفة بأن هذا إنما رآه مناما ولم يره يقظة على الحقيقة. ثم الحديث الذي عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من رآه مناما فإنه سوف يراه، في بعض الروايات فإنه سوف يراه يقظة، وهي رواية واحدة في البخاري، وعامة الروايات ليس فيها يقظة. حملها الإمام النووي رحمه الله تعالى على أمور، فقال سوف يراه يقظة أي في الآخرة. أيوه. وقال ويحتمل أن هذا وقع لبعض من لم يهاجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل هجرته، فلما رآه قبل هجرته فإن الله عز وجل يبشره بأنه سيراه بعيني رأسه في الدنيا يقظة، يعني يلقاه ويشافهه ويجالسه صلى الله عليه وسلم. هم دول التوجيهين الموجودين عند كلام العلماء. نعم. إما أن يكون هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، نعم. حبسوا فلم يروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنهم سيلقونه، والآخر أنه من رآه في المنام في الدنيا فسيراه في الآخرة حين يراه على الحوض إن شاء الله. ولا شك لا شك أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة حبا لنبيهم، ولم ينقل هذا عن واحد من الصحابة، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن من دونهما من الصحابة في الرتب. نقول إذا كان في أولياء فالصحابة أولى الناس. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول قل ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه قل ليلة تمر حتى يرى رسول الله أي مناما، وهذه رتبة علية، أن يرى الإنسان النبي في المنام رتبة علية. بل قال بعض أهل العلم كابن حجر وغيره إن علامة المحبة الصادقة أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما بنفسك وأهلك ومالك، اللهم لا تحرمنا. وليس القضية أن يرى يقظة. بعض الناس يقول، بعض أهل العلم يقول نحن انحنت ظهورنا في طاعة الله وسقطت أسناننا في عبادة الله تعالى، وما تيسر لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، ومن رآه فقد رآه مرة، فكيف بمن يدعي أنه يرى النبي يقظة؟ يقول وددت لو أني رأيت خادمه يقظة صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا يتأتى والله أعلم. طيب شيخنا، رؤية النبي في المنام، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رؤية النبي في المنام هل تؤسس أحكاما، يعني تكون مصدر من مصادر التشريع؟ واحد يقول أنا شفت النبي والنبي قال لي اعمل كذا أو سوي كذا أو بطل كذا، هل الرؤية في المنام تؤسس شرعا؟ الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في المنام ليس فيها تشريع،
وإنما هي ليست مصدر من مصادر التشريع. أبدا، إنما هي تبشير أو إنذار، تفيد هذا الرجل بشارة أو نذارة. فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي تعرف وتذكر وحدثه بأمر أو خطبه بأمر فهو إشارة وفيها بشارة. لكن لو رآه على غير الصفة المعهودة المعروفة، الشرط ده مهم قوي. نعم، لأن ممكن حد يجي له في المنام نعم، راجل مثلا لحيته بيضة ووشه منور ولابس أبيض في أبيض وطاير في السماء ويقول له أنا النبي. يقينا ده مش النبي. ليه؟ لأن اللي يقول لك لحيته بيضة، النبي ما كانش لحيته بيضة صلى الله عليه وسلم. ليست هذه هي الهيئة التي نقلت يعني. لازم يبقى عارف، لكنها قابلة للتأويل. يعني لو قال مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا مثلا، أهل الجنة، نعم، فهذا يؤول نعم، ولا مانع من تأويله ولا يكذب طالما أنه يقول يعني إني رأيته مناما وليس يقظة، لا يكذب. لكن هذه الرؤية قابلة لأن تؤول. أما أن يقال إني رأيته يقظة، قلنا الذي يراه على صورته، شكل عينيه وشكل أنفه وشكل حواجبه وشكل لحيته وشكل شاربه وشكل أذنيه، الوصف اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يشوف وصف النبي ده يبقى هو النبي. من رآني في المنام فقد رآني حقا. أما اللي رأى صورة حلوة، مش شرط كل صورة حلوة، ممكن الشيطان يجي له صورة حلوة ويقول له أنا النبي. ممكن ولا مش ممكن يا شيخ؟ المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به في صورته، في هيئته المعروفة، في صورته أحد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كونه مصدرا من مصادر التشريع، لا يمكن بحال أن تكون هذه الرؤية بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مصدرا من مصادر التشريع. فإن جاء إنسان يسقط تكليفا أو يبتدع تكليفا فإن هذا يرد عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الرؤية لا تتضمن أكثر من البشارة أو النذارة، ولا يجوز أن يستمد منها تشريع أو أن تكون بمثابة الوحي النازل من السماء. جزاكم الله خير يا شيخنا. هل في طلب الغوث والتوسل بالرسول معصية؟ لا، مفيش معصية. لا، مفيش معصية. هل نتوسل بالنبي؟ نعم نتوسل. وما لا نتوسل بمين؟ نتوسل إلى الله بمين؟ يعني احنا بنتوسل لمين؟ لله. انما بالنبي يعني بنقول له يا رب علشان حبك للنبي اعمل لي كذا. مين اللي هيعمل؟ مين اللي يستجيب؟ الله. او لا يستجيب يقول لي ابدا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمين اللي بيستجيب؟ الله. إنما دي صيغة للدعاء، يعني يا رب عشان خاطر النبي كده، ما فيهاش حاجة. توسل بالنبي عليه السلام. التوسل يا شيخ، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك يا عم خالد الله يرحمك، هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم جائز؟ التوسل معروف أنه التقرب، وهناك توسل جائز وتوسل بدعي ممنوع، أو توسل مشروع وتوسل غير مشروع. بدعي مبتدع. نعم. التوسل المشروع لعل أشير إليه فقط في نقاط محددة سريعة لآتي إلى ما تفضلت به. نعم. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. نعم. وهذه آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. نعم. وحديث الثلاثة الذين أوهم الغار من أصرح الأدلة على ذلك. نعم. ومنها حب النبي عليه الصلاة والسلام. نتوسل إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أولياء الله الصالحين. أيضا نتوسل إلى الله بهذا التوسل المشروع. نتوسل إلى الله عز وجل بدعاء بعضنا لبعض. نعم. وهذا وارد أيضا في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. يتوسل العبد، ودي نقطة مهمة لعل البعض لا ينتبه إليها، يعني يتوسل العبد إلى الله بذكر الهيئة والحالة التي هو عليها، ودي أيضا من التوسل الجميل، يعني يظهر العبد فقره. لي اللهم أن ترى مكاننا نعم. واستدل عليها بقول موسى عليه السلام من ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني توسل إلى الله عز وجل بالهيئة والحالة التي هو عليها، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شايفني وأنا محتاج. نعم هكذا.
ما خرج عن هذا التوسل عن هذه الأنواع المشروعة لا شك أنه لا يكون مشروعا. التوسل لو كان جائزا بالنبي صلى الله عليه وسلم لتوسل أحب الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ألهم الصحابة، كانوا توسلوا إلى الله به صلى الله عليه وسلم. ولكن في نقطة مهمة جدا، الصحابة وهذا يعد إجماع منهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميعهم عدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مكانته وجاهه صلى الله عليه وسلم عظيم حيا وميتا لم يتغير. قصدي انهم توسلوا يعني اعظم الجاه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، ومكانته طيبة حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، لم ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم شيئا بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا الصحابة عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، لأنهم يعنون بالتوسل في هذه الحالة الدعاء. وبعد أن أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهم ولا يخرج إليهم، وقد تكلمنا في الحلقة عن هذا، ولا يرى يقظة، وكنت أريد أن أقول إن كان يرى إنسان يقظة بالقبر هو فين طيب، بيكون فيه ولا خارج يعني، ولا كيف يجتمعان يعني، وهكذا أمور كثيرة في الحقيقة. فكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعدلون عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحب الناس إليهم، وحب النبي الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام حب يعني كان حبا صادقا ما أعتقد أن أحدا وصل إليه صلى الله عليه وسلم. ما أحد وصل أبدا من البشر يحب النبي زي الصحابة أبدا، كان لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عمر الخطاب يقول أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمثال منهم ويذهبون إلى العباس ليطلبوا منه أن يدعو لهم. دل ذلك على أنه لو كان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام جائزا وصحيحا ومقبولا لا توسلوا به على بعد الأمطار ومن تقل العباس، كيف يتركون الفاضل ويذهبون إلى المفضول؟ بإجماع النبي أصلا هو أفضل الخلق وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يتوسل بدعائه وهو حي، كما في حديث أنس الذي كان الرجل الذي دخل والنبي أصلا قائم على المنبر وقال ادعو الله يغيثنا، فرفع النبي أصلا يديه إلى السماء وطلب من ربه الغيث، وتخرج السحابة وتمطرهم ما ينزلون إلا يصلوا في الوحي، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نثبت أن جاه النبي عظيم صلوات الله وسلامه وقدره ومكانته. الحديث ضعيف جدا. نعم ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا في الحقيقة، لكن احنا نثبت ان جاه النبي عظيم صلى الله عليه وسلم. جاه النبي عند الله عظيم، لكن ليس مما يتوسل به. والفقهاء اجمعوا على هذا، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ونص الحنفية حتى على هذا وغيره كالإمام أحمد وغيره على أنه لا يتوسل إلى الله عز وجل بمناسبة بقى نزول. فهذا لا يكون باسم الوسيلة أبدا، ولا باسم الشفاعة ولا باسم البركة ولا الولاية ولا الكرامة. فهذه أمور عند الناس مغلوطة ومخلوطة، وما استشهد به المتوسلة من أدلة إنما هي شبهات ما أيسر الرد عليها. يعني لما تأتي الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، دي فيها توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكن، لكن في حياته وليس بعد مماته، مع أنها نزلت في توبة المنافقين. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المشروع ما الممنوع. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كانوا يتوسلون بالجن والملائكة، فإذا بالله عز وجل ينهاهم عن ذلك ويعرض بفعلهم. قل لهم أنتم تتوسلون بالجن والجن قد أسلموا لله وأنتم لا زلتم تتوسلون بهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والآية الأبلاغ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك. ما هياش بركة الأموات تتعدى الأحيان، بمعناها أن صلاح الآباء ينفع الأبناء كما قال رب الأرض والسماء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معناها محبة آل البيت وليس معناها التوسل بهم، ومحبة آل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. توسلوا بالجاه فإن جاه عند الله عظيم، حديث موضوع. توسل آدم
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وعصى ربه، حديث موضوع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ قال بحق محمد إلا غفرت لي؟ لا، وإنما قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه وفي حياته ولا حرج في ذلك، وهذا محل اتفاق. توسل عمر بالعباس ليس معناه التوسل بآل البيت، لأن آل البيت في هذا الوقت من آل البيت علي وهو أفضل من العباس، والحسن والحسين وهما أفضل من العباس، فلماذا يلجأ للعباس دون بقية آل البيت؟ وبعدين لماذا يلجأ للعباس ويترك سيد الناس؟ ما هو النبي محمد قريب منهم، في قريب زمانا قريب مكانا، كانوا يستسقون به في حياته، فلماذا لم يستسقوا به بعد مماته؟ أعجز عمر أن يقف أمام الروضة الشريفة ليقول يا رسول الله يا خير خلق الله، كنا نستسقي بك في حياتك فيسقينا الله، والآن نستسقي بك بعد مماتك وكرامتك عند الله حيا كميت؟ ما فعل، وإنما لجأ العباس ليصلي وليدعو. فالحديث حجة مع الخلق، ومعناه لا يجوز التوسل بالأموات ولا يجوز التوسل بخير من مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول عمر ايه؟ كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبينا فاسقنا. فوقف العباس وقال عمل ايه؟ الناس اوقفوا العباس وقالوا بحق عم النبي ببركة آل البيت كان المفروض يجمعوا العباس وعلي والحسن والحسين وكل من تبقى من آل البيت يقول يا رب آل بيت نبيك وقد كدنا أن نهلك، اسقنا بحق آل بيت. أبدا حصل، ما حصلش أبدا. إنما العباس قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا بالتوبة وأيدينا ممدودة، اسقنا الغيث فقد هلك الزرع والضرع، فاتقاهم الله. كن العباس يدعو، كن عمر يدعو، كن علي يدعو، كن أي واحد من الصحابة، لا بأس. وقالوا تقديم المفضول مع وجود الفاضل أمر معروف فقها وشرعا، ولا شك أن علي أفضل من العباس على الأقل لأنه من 10 المبشرين بالجنة، وكان الحسن والحسين سيدنا الشباب أهل الجنة موجودين. لكن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس أكبر الصحابة سنا وكبر السن الاحترام في الإسلام. ولما قيل للعباس يا عباس وأنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. يا سلام، سلام على أدب. وكان العباس يجتهد بالطاعة والتقوى لأنه تأخر في إسلامه بعد أن أضر بالمسلمين كثيرا، فأقسم بالله ليبدلن كل سيئة حسنة لسنه لصلاحه لتقواه لكذا لكذا مما ارتآه عمر بن الخطاب قدم العباس. ولو كان التوسل يجوز بالأموات لتوسل عمر بخير من مات، ولما لجأ إلى العباس وترك خير الناس عليه الصلاة والسلام. يقول المفتي في صفحة 136 من كتابه البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم عن النقاب: وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادات القوم، وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور، لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر ويتسبب في شرذمة العائلات. أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب لموافقته لعاداتها وعدم ارتباطه بتدين المرأة. يعني إن كان عشان خاطر العادة ماشي، أما عشان الدين لا، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها، أي مسيرة للعرف ليس من أجل التدين. ولذا فنرجح مذهب الجمهور وهو جواز كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما رأى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأمة أو شعارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من نطاق أو حكم الندب أو الإباحة،
إلى البدعية، إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة، خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم. أي أن إذا لبست المرأة النقاب من أجل أن هذا عادة هذه الدولة فلا مشكلة. أما إذا كان النقاب شعارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من نطاق الإباحة إلى نطاق البدعية. ده رأي المفتي، ربنا يهد حيله في مسألة أو عملية النقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرية لها حدود، وحدها عند الشروط، الكونديشنز يا اخواني، شروط. شكسبير وطبعا كثير من الناس متضايقه مني. ليه متضايقين؟ ليه؟ عشان لسه ما قلتش قال الله وقال الرسول وحولتها الى مساله دينيه، وبعدها هتكلم عن شكسبير. قاعد في الهايد بارك فلقى واحد جنبيه حاطط ايده في مناخيره، فبيقول له ايه ده؟ حاطط ايدك في مناخيري ليه؟ قال له انا حر يا اخي، احط ايدي في اي حته عايزها. ايه؟ فقال له اسمعوا الكلمه دي: حريتك تنتهي عند طرف أنفي. ما يصحش انك تحط ايدك في مناخيري، ما ينفعش. حريتك تنتهي هنا، تعمل كده جاي في وشي بس. فحرية الإنسان تنتهي عند شروط عمله. والسؤال: هل يجوز للمستشفى أن تمنع النقاب لأمر مهني ابتدأته؟ الإجابة الشرعية نعم، يجوز لها شرعا أن تمنع ابتداء النقاب، مش في حياة المرأة لا، إنما عند طرف أنف المستشفى. حريتك تنتهي عند طرف أنفي. تروح تلبس النقاب أول ما تطلع في الشارع كده، وتخلع النقاب أثناء أداء المهنة، وبعدين تبقى تلبس النقاب تاني وهي مروحة، يا حر. وهذا الأمر في الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي المستشفى، وفي الجامعة، وفي كل مكان يرى المسؤول عنه أن ذلك من شروط المهنة أو من شروط البقاء والدخول والخروج في حيث ما يكون. ما تجيش بقى المنقبة وتقول لي تدخلت في حريتي وتحولها إلى مسألة حقوقية، لأننا لم نتدخل في حريتها، وإنما قلنا لها إن هذا لا يصلح وأنت تدرسين في المدارس، أو أنت تعالجين في المستشفيات، أو يخالف الجودة الصحية في غرفة العمليات، أو كذا وكذا وكذا وكذا. ما العجيب في هذا؟ قضية هي أن الشرع لم يلزمنا بهذا، فهذا من قبيل العادة لا العبادة. واللي بقى في مذهب من المذاهب يرى أن تخفي المرأة وجهها، في مذاهب عليها جماهير المسلمين شرقا وغربا سلفا وخلفا، يرى انه يا اسماء اذا بلغت المرأة لا يبدو منها الا هذا وهذان،
وأشار إلى وجهه الشريف وكفيه، أخرجه أبو داود. العجيب بقى ونحن في الجدل الذي ليس له معنى، لأن الكلام ده أديه 14 قرن، فما مش معنى يعني أن يصبح قضية الآن يقول لك أصل الحديث ده ضعيف. مين اللي ضعفه؟ أنت بنفسك كده بتحدث أصبح محدثا اللي هو مفيش لا منهجية ولا معرفية. من الذي ضعف هذا؟ قال ثلاثة. طب أنا بصححه أنا وأبو داود. هو أبو داود أورده في سنن، مش هيورد باطلا، فأنا وسيدنا أبو داود في سننه بنصححه. يعني المسألة فيها خلاف يعني عندك ولا إيه؟ طيب هذا قال هكذا إن الوجه والكفين. فين بقى اللي بيقول المرأة إذا كشفت وجهها فهي في النار؟ فين الحديث ده؟ مفيش. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معنا على الهاتف الأخت عليا من القاهرة. تفضلي حضرتك. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا بس ليا سؤال بالنسبة للنقاب. نعم. يعني احنا يعني ارتديت النقاب لإرضاء يعني لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بس نلاقي اضطهاد جامد ويقولوا إن ده مش الدين بتاعنا. اللي هو بيرتدوا النقاب ده مش الدين بتاعنا بيقول كده. بس هل انا مثلا يعني تغاضيت عن لبس بنطلونات وتغاضيت عن كل متاع الدنيا او كده وعملت حاجه لربنا سبحانه وتعالى كان يبقى راضي عني، هل انا كده مش باخد ثواب؟ طيب شكرا اخت عليا. بس يا رب يخليك يعني عايز بس ايه يعني تشرحها لنا بتفاصيل اكتر يعني. حاضر يا اختي ان شاء الله. شكرا. اتفضلي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنا دكتور علي. قضيه النقاب يرى فرضيتها الامام الشافعي والإمام أبو حنيفة. النقاب فرض. النقاب فرض. نعم. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. ويرى أنها تكون يعني واجبة أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجن يخرجن محجبات منتقبات. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية وأنه كذا إلى آخره هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي. وثقبنا الوساوس للعيون، وثقبنا الوساوس للعيون يعني بيتكلم عن أنه منتقبة. فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك وكذا، هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك. وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث ان المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها الظنون وتتهم في دينها انها ليست متدينة، فحينئذ تلبس المرأة النقاب. هنا فرضيته لازم يعني، ولكن غير ذلك ليس فرضا، بل في بعض النصوص عن الإمام مالك أنه يعني تشدد في ذلك. فإذا النقاب موجود وله حكم، لكن حكمه مختلف فيه. ماذا نفعل في الأحكام المختلف فيها؟ قلنا مرات القواعد التي يمكن أن نتعامل بها مع الفقه الإسلامي، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. فالمرأة المنتقبة لا يجوز لها أن تنكر على المرأة غير المنتقبة، ولا المرأة غير المنتقبة تنكر على المرأة المنتقبة. لا هذه تقول هذا ليس من ديننا وهذا بدعة، ولا المرأة تقول المنتقبة لغير المنتقبة إن هذا ليس من ديننا وهذا بدعة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء أنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه.
الأمر الثاني هو أن الخروج من الخلاف مستحب. دائما كلما نرى خلافا بين الفقهاء فالخروج منه مستحب ومندوب. الأمر الثالث: من ابتلي بشيء من ذلك وامرأة لا تريد أن تتنقب أو لا تقدر على النقاب أو لا يساعدها جو بلدها على النقاب لأمور كثيرة جدا من الأعراف ومن المصالح ومن كذا إلى آخره، فلتقلد من أجاز. من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. هذه القواعد الثلاثة لو حفظت في كل الخلاف الفقهي لأصبح الدين سهلا يسيرا، ولأصبحنا ونحن نفعل التصرفات المختلفة على قلب إنسان واحد وعلى قلب مؤمن واحد نعبد الله سبحانه وتعالى بتعددية وإن كنا في طريق حق واحد. طب أستاذ، يمكن الأخت كانت تسأل عن هل ستثاب على ارتدائها الحجاب، رغم أن هناك من الخوارج أو النقاب هناك من ينكر عليها هذا أنه تشدد وهذا ليس من الدين، بل أنها تغاضت عن لبس البنطال أو لبس وما إلى ذلك إلى ما تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. هل ستثاب على ذلك؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. جزاكم الله خير. معنا اتصال من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك وفي كل المشايخ بإذن الله، وبارك لنا في قناة الرحمة. آمين يا رب. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة والنشوز بين المرأة اللي يعني لما تكون ناشز في حاجة تغضب الله. طب لما بتكون في حاجة يعني في أمر لله، يعني زي أنا حبيت ألبس النقاب وزوجي رفض رفضا تاما، وبعدين يعني خيرني بين المعيشة معاه وبين أن ألبس النقاب، يعني بين الطلاق وبين أن أنا ألبس النقاب، وأنا عندي منه ولد وبنت، وما لقيتش أي نصير ليا لا من أهله ولا من أهلي. يعني حتى أهلي قالوا لي دلوقتي أنت هتخربي على نفسك على بيتك وولادك، والنقاب مش فرض، وأنت لبسك كويس وبتلبسي جلبابات وأسود وغامق والحمد لله ما فيش مكشوف مني غير الوجه بس، والحمد لله ما فيش اي زينه ولا اي تبرج. بس انا كان نفسي البس النقاب، ويعني ودي الامل الوحيد اللي انا متعلقه بيه جامد يعني. فدلوقتي هل انا يعني عليا ذنب ولا اسم ولا هو عليه ذنب؟ انا مش عارفه، ده سؤال. ولو سمحت في سؤال تاني بالنسبه لقيام الليل، انا بصلي قيام الليل الحمد لله، بس في فتره الحيض هل عليا ان انا اقوم برضو قيام الليل بالذكر من غير الصلاة؟ انتهت الأسئلة؟ يا ريت تجاوبني يا شيخ مصطفى. يا ليت، مش يا ريت، يا ريت خطأ، يا ليت. يا ليت قومي يعلمون، لم يقل يا ريت قومي يعلمون. يا ليت قومي. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالزوج الذي يضغط على زوجته بهذه الضغوط كي تخلع نقابها أو تستمر على كشف وجهها يأثم للحيلولة بينها وبين على أقل تقدير اتباع الفاضل، مع أنني أرى أن النقاب واجب والله سبحانه وتعالى أعلم. أما أنت فأمرك دائر بين مقارنة المفاسد والمصالح، فعندنا مفسدة الطلاق مفسدة شديدة، وعندنا لبسك للنقاب مصلحة بلا شك، وخلعك للنقاب مفسدة أيضا. فلكون بعض العلماء قالوا بأن المرأة يجوز لها كشف الوجه، فإذا أخذت بهذا الرأي حفاظا على الأسرة من الضياع، فظني أنك إن شاء الله ما دام القلب مطمئن بالإيمان لن تأسمي للإضطرار. أما إذا كنت تستطيعين سبيلا، أي سبيل للاستمرار على نقابك، فامضي في هذا السبيل، سبيل الانتقاب وتغطية الوجه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. أعني اختصارا، قومي قدر الاستطاعة والبس النقاب قدر الاستطاعة. إن عجزت تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنالك تقارن المفاسد والمصالح. أما إذا كانت المرأة تقوم الليل فحاضت، فليس عليها أن تقوم ذاكرة لله طيلة الليل في نفس الوقت، وإن كان بعض العلماء قال بنحو من ذلك،
فقد روي عن عطاء أنه يستحب للمرأة الحائض إذا حضر وقت الصلاة أن تتوضأ وتذكر الله عز وجل، لا تصلي طبعا لأن الصلاة هي ممنوعة منها. كذا رأى عطاء رحمه الله تعالى، واستغرب هذا الرأي بعض العلماء. لكن دائما وأبدا كوني ذاكرة لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي تحج قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج إلا